في عالم موازي لعالمنا موجودين لكن مش بنشوفهم. مخلوقات اتخلقت قبلنا من مارج من نار، يعني لهب صافي من غير دخان. القرآن نفسه اتكلم عنهم ووصفهم بأنهم كيانات ليها إرادة حرة زينا بالظبط، فيهم الصالح وفيهم الطالح، بيعيشوا معانا في نفس الأماكن، بيوتنا، الشوارع، وحتى الحمامات والأماكن المهجورة. أغلب الوقت هم مجرد همس في الخلفية، خدعة بصرية، أو إحساس غريب إنك مش لوحدك. لكن أحياناً الستار اللي بيفصل بين العالمين دول بيترفع للحظات، ومن هنا بتيجي الحكايات. حكايات بتتنقل من جيل لجيل عن اللي شافوهم أو سمعوهم أو حتى عاشوا معاهم تجارب مرعبة. النهاردة هنفتح الأرشيف ده ونحكي 3 قصص حقيقية، أو على الأقل أصحابها بيحلفوا إنها حقيقية. سنة 1961 في قلب حي رشدي الراقي في اسكندرية بدأ بناء عمارة ضخمة كان المفروض تكون صرح معماري جديد، لكنها تحولت لأشهر بيت رعب في مصر. لأكتر من 60 سنة فضلت العمارة دي لغز، محدش بيسكنها والكل بيخاف حتى يقرب منها. اسمها الرسمي عمارة 412، لكن كل اسكندرية عارفاها باسم واحد بس، عمارة الشياطين. الروايات عن سبب لعنة العمارة دي كتير. أشهر روايتين بيقولوا إن الأرض اللي اتبنت عليها كان فيها سر. الرواية الأولى بتقول إن مكانها كان فيه جامع صغير، وصاحب الأرض هدمه عشان يبني العمارة، فنزلت اللعنة على المكان. أما الرواية التانية والأكثر رعباً بتقول إن واحد من العمال وقع ومات أثناء البناء، ودمه اختلط بالأساسات وروحه فضلت محبوسة في المبنى. على مر السنين أي حد كان بيحاول يسكن في العمارة كانت بتحصل له حاجات غريبة. عرسان جداد اشتروا شقة وفي ليلة الدخلة لقوا عفشهم كله مرمي في الشارع. أسرة تانية سكنت وبعد أيام صحيوا لقوا حنفيات البيت كله بتنزل دم بدل المية. الجيران كانوا بيحكوا إنهم بيسمعوا صريخ وأصوات خناقات طالعة من الشقق الفاضية في نص الليل. الأسطورة فضلت تكبر لحد ما في 2012 مجموعة شباب قرروا يكسروا حاجز الخوف ويقتحموا العمارة عشان يكتشفوا الحقيقة بنفسهم. اللي لقوه جوه كان مجرد مبنى مهجور مليان تراب ومخلفات، مفيش دم ولا عفاريت. بعدها بسنين ظهرت الحقيقة المادية. صاحب العمارة الأصلي كان عليه ديون للبنوك، فقرر يخترع قصة العفاريت دي عشان محدش يقدر يحجز على المبنى. النهاردة العمارة اتجددت واتباعت، لكن المالك الجديد ساب حتة من الحيطة القديمة في المدخل، يمكن عشان يفكرنا إن كل أسطورة ليها أصل حتى لو كان مجرد خدعة. من اسكندرية بنروح لمدينة قليوب، وتحديداً لمسجد الظاهر بيبرس، مسجد تاريخي اتبنى في القرن ال13، مكان المفروض يكون مصدر للسكينة والطمأنينة، لكن جواه سر مرعب بيخلي أهل المنطقة يخافوا يقربوا منه. السر ده موجود ورا باب صغير على يمين المسجد. ورا الباب ده في بئر قديم كان معمول للوضوء، لكن من قرون محدش استخدمه. الأهالي وعمال المسجد بيقولوا إن البئر ده مسكون، بمجرد ما تقرب منه بتحس بخوف وقلق، محدش يقدر يدخله لأنه عميق زيادة عن اللزوم. ده كلام محسن، واحد من خدام المسجد. الإشاعة الأكبر بتقول إن في كنز مدفون في قاع البئر. طب ليه محدش حاول يطلع الكنز ده؟ الإجابة بتيجي في شكل أسطورة تانية. الكنز محروس بجن قوي بيقتل أي حد يفكر ينزل البئر. طبعا مفيش أي دليل مادي على الكلام ده، لأنه ببساطة محدش عنده الشجاعة يجرب. الخوف أقوى من أي طمع. كل اللي بيقرب من البئر بيحس بنفس الإحساس، إن في حاجة تحت بتبص عليه. الغريب إن في نفس المسجد وعلى بعض خطوات من بئر الرعب ده في شجرة جوافة عمرها أكتر من 60 سنة. الأهالي بيقولوا إن فاكهتها ليها طعم مميز، وإنها بتشفي من الكحة والأمراض. كأن المكان بيجمع بين النقيضين، الخوف والشفاء، الظلام والنور. ولحد النهاردة البئر لسه سر، والأسطورة لسه عايشة. قصتنا الأخيرة مش من مصر، لكنها بتوضح فكرة منتشرة جدا في حكايات الجن، فكرة المكان المحجوز. الحكاية دي حصلت لجد واحد من أصدقائنا لما راح يزور قرايبه في الهند في فترة الصيف. بسبب الحر كانت العيلة كلها متعودة تنام في حوش البيت بالليل، وهو بيجهز مكان نومه قرايبه حذروه من ركن معين في الحوش. قالوا له أي مكان يعجبك إلا الركن ده، محدش بينام فيه. لما سألهم ليه قالوا له إن ده مكان ساكن، وإن جن بينام في الحتة دي كل ليلة، وأي حد بينام فيها بتحصل له حاجات غريبة. طبعا الراجل كان عنيد وما بيصدقش في الخرافات دي، فضحك وقال لهم دي أوهام، وصمم ينام في نفس الركن. فأول ليلة صحي من النوم لقى نفسه نايم في آخر الحوش، بعيد تماما عن الركن اللي اختاره. افتكر إن قرايبه بيعملوا فيه مقلب عشان يخوفوه، ضحك وقرر يتحدى المقلب ده. في الليلة التانية نام في نفس الركن تاني، وساب جن مخدته ورقة مكتوب فيها بطلوا وزار بايخ، أنا عارف إن مفيش جن ولا حاجة. تاني يوم الصبح صحي لقى نفس السيناريو يتكرر، هو وفراشه منقولين لآخر الحوش.
في الليلة الثالثة الموضوع ما كانش مجرد نقل هادي، وهو نايم حس كأن حد زقه بعنف ورماه من على الفراش. فتح عينيه مفزوع وشاف فراشه بيطير في الهواء ويترمي في آخر الحوش، وفي نفس اللحظة ورقة صغيرة وقعت في حجره. مسك الورقة بإيد بتترعش وبص عليها تحت ضوء القمر الخافت، لقى مكتوب عليها بخط غريب: أنا بنام هنا. هل عمارة رشدي كانت مجرد خدعة تسويقية؟ ومين اللي بيحرس بئر المسجد؟ وإيه حكاية الكيان اللي بيعتبر ركن في حوش بيت ملكية خاصة ليه؟ الحكايات دي بتسيب ورانا أسئلة أكتر من الإجابات، بتفكرنا إن العالم اللي بنعيش فيه يمكن يكون أعقد وأغرب بكتير من اللي بنشوفه بعينينا، وإن ورا الستار في عالم تاني بقوانينه وسكانه، عالم بيفضل غامض إلا في اللحظات اللي بيقرر فيها يكشف عن نفسه.